اهلا بكم في حلقه جديده من سلسله حلقات العلاج الكامل والشامل والوافي لمرضى الاورام، استكمالا الحديث عن طرق العلاج وعلاج مضاعفات الادويه المستخدمه لاورام القولون. بعض المرضى اللي بيطلع عندهم تحليل الجيني الكيراس وايلد واللي هم عملوه في الاول ويحتاجوا علاج بعقار الستوكسيماب او بانيتوماب اللي هو مشهور في السوق باسم ستوكسيماب او فيكتيباكس. الادويه ديت من اعراضها الجانبيه حدوث اسهال شديد، حدوث تغير في شكل الجلد وحبوب وطفح جلدي في الوجه والصدر، والتهاب كحه او التهاب رئوي. حدوث الاعراض الجانبيه تساوي استجابه كويسه للعلاج. انا لما يجي لي مريض يقول انا بدا يظهر عندي طفح جلدي في وشي وفي جسمي وحبوب منتشره ومغيره شكلي، انا كطبيب ببقى مبسوط لان عارف ان الدواء جايب نتيجه. ولكن على الجهه المقابله المريض قلقان من تغير شكله، بنصح المريض في هذه الحاله اذا الموضوع منتشر او عامل له قلق انه يرجع للطبيب المعالج لوصف بعض انواع المضادات الحيويه والمراهم الموضعيه للتقليل من حدوث هذه الاثار، وبقول له حدوث هذه الاعراض يساوي استجابه كويسه للعلاج. شفى الله الجميع وكلل خطه علاجهم بالشفاء التام ان شاء الله.